أهلا بك في رحلة لا تنتهي، رحلة تطوير الذات وبناء نسخة أقوى وأعمق وأكثر إشراقا من نفسك. وهنا لا نتحدث عن حلول سحرية أو وعود فارغة، بل عن خطوات تحقيقية، عن صراع داخلي يومي، عن انتصارات صغيرة تتراكم لتصنع تغييرا عظيما. إذ كنت تشعر اليوم بأن في داخلك قوة تنتظر أن تطلق، أو حلما يئن تحت وطأة الروتين، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. معا خطوة بخطوة لنبدأ. في غرفة صغيرة رائحة الكتب القديمة تملأ المكان، والضوء الخافت من مصباح مكتبي. كنت أقرأ عن رجال غيروا العالم بعد آلاف من المرات من الفشل. قلبي يخفق، وأنا هل يمكنني؟ بدأت رحلتي بقرار بسيط: سأقرأ كتابا كل أسبوعين، سأمارس لغة جديدة يوميا، سأكتب أهدافي كل ليلة. لكن الطريق لم يكن سهلا. سمعت صوت الشك يهمس في أذناي. كلما فشلت في مهمة شعرت بثقل الإحباط على كتفاي كحمل ثقيل، ورائحة التعب تملأ أنفاسي بعد ساعات الدراسة الطويلة. التوتر يزداد. هل سأصل أم سأتوقف كما توقف الكثيرون؟ لكن كل فشل كان درس، كل لا كانت دافعا. سمعت صوت صفحات الكتب تتقلب بسرعة أكبر، شعرت بحرارة الإصرار في صدري، ورأيت التقدم يوما بعد يوم. واليوم أقف هنا لكم هذه الكلمة بعد رحلة طويلة. 1000 ميل بدأت بخطوة واحدة، خطوة في الظلام، وخطوة تحت المطر، خطوة رغم الخوف. فماذا تنتظر أنت؟ الخطوة الأولى هي الأصعب، لكنها الأقوى.